فقدت 15 طفل علشان تحافظ على نجوميتها، واشتغلت في أكبر شبكة مخلة بالآداب في مصر، وكانت دايما بتدور على أدوار الإغراء. النهاردة هحكي لكم عن صندوق أسرار الفنانة آمال رمزي، اللي مليانة حاجات عمركم ما تصدقوها. مين فينا ما يعرفش آمال رمزي، نجمة الإغراء الزمن الجميل، اللي رصيد أعمالها أكتر من 100 فيلم ومسلسل، ودايما كانت أول كلمة تتقال عليها صاحبة الملامح الملائكية البريئة. لكن من ورا الملامح دي كانت آمال مخبية أفعال شيطانية لا يمكن عقل يصدقه، وكل ده علشان تحافظ على نجوميتها وتوصل لشهرتها أسرع وأسرع. آمال رمزي من محافظة اسكندرية، من أسرة بسيطة، لكن كانت بتعشق الفن من صغرها. على الرغم من ده كانت حريصة إنها تتعلم علشان تبقى معاها شهادة تنفعها، علشان لو الحظ محالفهاش لدخول عالم الفن، لكن القدر يشاء ويحقق ليها رغبتها وتتعرف من خلال المسرح وتدخل الوسط الفني. آمال طول الوقت تحلم تبقى نجمة بسرعة البرق، علشان كده الطريق أسهل وأسرع في التمثيل هي العلاقات المشبوهة اللي ساعدتها فيه ده هي ميمي شكيب. وانضمت آمال لأكبر شبكة مخلة بالآداب في الوسط الفني، وكل زباينهم من السياسيين والرجال البلاد المهمين برا مصر وجوه مصر، وفضلت سنين تشتغل فيها علشان تعمل علاقات إنها يساعدها وتوصل أسرع. وفعلا بشغلها في الشغل ده كانت فيها عدوى مميزة، نجمها كان لامع، ما كانش فيه وقتها فيلم إلا ما يكون آمال لها دور فيه. ده كمان كانت بيميزها حاجات عن باقي النجمات، هي ما بتقولش الأدوار الأغراء، لأ هي كانت بتسعى وراها. ومش بس كده، ما كانتش بتتعامل مع دوبلير أو من زوايا معينة. دي قالت في تصريحات ليها كتير جدا دي كان اللي بيحصل في الأفلام كانت حقيقية 100%، لحد لما اتقبض عليها، وكل اللي اتقال عليها دي نهاية حياة آمال رمزي الفنية. لكن ما تهزلهاش شعرة، وقالت إنها كانت بتروح الشقة دي علشان الحفلات اللي بتتعمل فيها ومحدش يستجري يتكلم عليها، لأنها لحظة القبض عليها ما كانش معاها رجالة، كانت معاها ستات وبس. وطلعت آمال وكملت حياتها وكأن شيئا لم يكن. لكن في الوسط رحلتها قررت إنها تستقر وتبعد عن أي شبهات، علشان كده اتجوزت الفنان كامل صالح الدين. لكن سبب خلافات ما بينهم على الشغل في الفن انفصلوا بسرعة. آمال اتجوزت بعدها مرة واتنين وتلاتة واربعة، وكلهم كانوا من خارج الوسط الفني. لكن بعد وفاتهم كلهم اعترفت على هوا لا يمكن حد يصدقها. هي أجهضت نفسها 15 مرة، وفي أغلب المرات الطفل كان يعدي 3 شهور، يعني كان بيبقى فيهم الروح. ولما اتسألت انتي ندمانة ولا لأ على اللي انتي عملتيه، ردت بكل هدوء وقالت عمري ما ندمت، كان لازم اعمل كده علشان احافظ على نجوميتي، ولو رجع بيا الزمن هكرر نفس الحاجة من تاني. والناس كانت مفكرة آمال بتقول الكلام ده علشان تحاول تتصدر الترند، لكن فعلا اكتشفوا الكلام ده كله حقيقي. آمال بتعترف بجريمتها انها قتلت 15 طفل، قصد انها تحافظ على نجوميتها، وطلبوا وقتها انها تتحاسب على اللي بتقوله. وناس تانية كانت معجبة برأيها وشايفين إنها جريئة، وصرحت إنها بتعترف بكل غلطاتها اللي عملتها. الكلام كله ده عدى عليه سنين، يعني اللي حصل حصل. ايه رأيكم في تصريحات آمال رمزي؟ وهل كنتم تعرفوا المعلومات دي عنها ولا لأ؟